السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كان يومي جميل وكنت صاحية، قلت ايه العيال في المدرسة وايه، وقررت ان انا اعمل لهم دوناتس واعمل لهم كرواسون محشي زيتون وجبنة. فرحت ايه جهزت حاجتي والدنيا كانت حلوة ورايقة زي ما انتوا شايفين كده. قلت اجهز نفسي واجهز الدنيا قبل ما زنانة يجي من المدرسة، لان زنانة لما بيجي من المدرسة انا ما بعرفش انا بعمل ايه يعني. بتبص تلاقوا الشقة اتدربكت واليوم اتدربك وعياط مستمر، ممكن يكون عياط وصلتين عياط في اليوم، وواجب مفيش واجب، وبصوا والدنيا. وخصوصا بقى لو جه الكبير اللي في اولى ثانوي من المدرسة، ضرب هبد كسر بيبان قفلان بيبان بالمفاتيح. بصوا بحس زي ما يقولوا كده بانهيار عصبي، وانا اصلا انسانه كيوت ورايقه، يعني انا اصلا رايقه وبحب الروقان وبحب القعده كده في الروقان. بس عيالي وتروني، يعني انا ما كنتش دي طبيعتي. تمام. نبدأ بسم الله ونصلي على النبي. هنجيب كيلو دقيق، وهنجيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنجيب كيلو دقيق، وهنجيب رشة ملح صغيرة، وهنجيب معلقة بيكنج باودر صغيرة لأن في خميرة معانا، وهنجيب خميرة بيرة من عند أنا بحب الخميرة البيرة جدا يا جماعة، من عند من عند اسمه إيه ده، الفرن. بروح أقول له عايزة ب10 جنيه خميرة بيرة، وبحفظها في الفريزر. اطلع منها قطعه قد عين الجمل زي ما انتوا شفتوها كده، هتشوفوها معاكم. وكوبايه اللبن دي اهي قطعه خميره بيره بس انا مفرفتها يعني. نزلتها، بحبها جدا وبحب طعمها في الاكل، يعني انا بحب طعمها في الاكل. وكوبايه اللبن دي انا كنت مروباها. طب مروباها ازاي؟ مغطياها وسايباها على الرخامه في الحر كده تروب، اروح واخداها حطها في التلاجة لتاني يوم استخدام. مش تفضل رايبه قرايبه اسيبها على الرخامه، لا هتمرر وهتبوظ. بقول لكم في محسنات كيك نازله حلوه قوي غير كيك شيف. يعني نازل حلو الشام، نازل حلو قوي، ونازل منه برضو خميره حلوه قوي، انا استخدمتها وجربتها مش وحشه يعني خالص. يعني حطينا في الكيلو دقيق بضايه، وحطينا كوبايه لبن رايبه. بحب طعم اللبن الرايب جدا في العجين يا جماعه، بحبه قوي 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 قوي، احلى من اللبن الحليب العادي. وبجيب قطعة خميرة في حجم عين الجمل، وبجيب معلقة بيكنج باودر صغيرة صغيرة مش كبيرة، علشان احنا معانا مادة رافعة اللي هي البيض، ومادة رافعة اللي هي الخميرة الفورية. تمام. بصوا بقى في المقطع ده، انا عجنت العجينه طبعا في العجان. بس وانا بعجن في العجان عشان عجاني طبعا بياخد نص كيلو دقيق، فوانا بعجن في العجان خليت المادة سايلة، يعني خليت العجينة سايلة سايلة جدا. فاهماني؟ يعني ما بخليش العجينة تبقى يابسة في العجان عشان العجان ما يتحرقش، عشان هو بياخد نص كيلو دقيق وانا عاملة كيلو. فبحط الكيلو بروح مخلياه سايل، واجي على الرخامة اعضمه بنفسي، انا بقى اخليه ايه بالدقيق معضم. فهنا انا المقطع ده انا بعد ما نزلت العجين، بعد ما العجينه عملت اللهم صل على النبي، نزلت من العجان، عضمتها بايدي وقعدت اعجن فيها وخليتها عجينه حلوه. وبعد كده رحت حطها تخمر. خلاص جزلانا قعد ينادي، طبعا هي خمرت وفارت جامد جدا. رحت انا شايلاها في العجان حطها في التلاجة عشان اوقف نشاط الخمران. خلي بالكوا عشان زنانة كان جاي من المدرسة، وطبعا مش هينفع بقى ايه، هو زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو هو شرفنا اهو. ما تعرفوش كان بيعمل ايه، انا ما كنتش بصوا ما كنتش مركزة. فاعذروني بقى على التصوير، واعذروني على الاضاءة، واعذروني على حاجة مكان حاجة، الحاجة حطها مكانها مش لاقياها. يا ابني فين القطاع، يا ابني فين القطاع. القطاع وقعت منه، ووقعت منه تحت الغسالة وما قاليش ان هي وقعت تحت الغسالة. وانا قطعت التصوير وقعدت ادور، انا عندي كذا واحدة، قعدت ادور ادور ادور. فرحت طبعا من المطبخ التاني، وقفت على الكرسي عشان اجيب قطاعة تانية.
لقيته هو بيقول لي بيجيبها هو. يا ابني ما قلتليش ليه ان القطاعه ان هي وقعت منك؟ بصوا انا بعاني مع ظنانه ابني ده، بعاني. حمزه ده تعبني نفسيا جدا، مخليني بلف حوالين نفسي. المهم، وريت لكم اشكال القطاعات. انا عندي علبه كامله كبيره كده من القطاعات دي، علبه كامله هبقى اوريها لكم في حلقه من الحلقات تتعرفوا على جميع القطاعات اللي انا جايباها. قطاعه الدوناتس بتبقى كبيره. لما العيل بياخد زي الدوناتس اللي في الشارع كده، لما العيل بياخد دوناتيه، بصوا هو نام جوه الصينيه اهو زي ما انتم شايفين. بصوا نام جوه الصينيه اهو. العيل بياخد دوناتيه ما بيقدرش يكملها فبيرميها لي، فقلت هعمل لا دوناتس صغير بحجم صغير، بحيث ان الطفل او الطفله من ولادكم لما يجي ياخد قطعه دوناتيه ما يطلعش بقيتها يعني. هنا بقى ايه، طبعا انت بتعجني طبعا العجينه بايديكي وتسيبيها تخمر شويه. افضل طريقه انك تحطي عليها الدوناتس الورق. انا جبت ورق كراريس، طبعا عيالي مقطعين كراريس ياما، فجبت ورق كده تملي بيبقى عندي في المطبخ بقطعه وبحطه. الورق ده بحط عليه الدوناتس عشان يسقط في الطاسه. خلاص. واروح بقى حاطه حبه الدوناتس دول على صينيه، وابقى عارفه ان دول اول حاجه. تمام يا حبايبي، دول اول حاجه. اما باجي اقليهم بيبقوا هم اول حاجه. خلاص بنعمله الكميه كلها. هنا بقى بقيه الكميه ما بتعجنيش، يعني بتحط دقيق ما بتعجنيش، يا دوبك بتتوهي العلامات اللي جوه الدوناتس. العجينه دي تنفع لبيتزا، تنفع لكرواسون. والله يا جماعه كنت عامله كرواسون منه وعامله دوناتس نسيت اصوره. يعني عايزه اقول لكم ايديا اتحرقت في الزيت، والله ايديا اتحرقت. الولا دربكني بدل حطيت ايدي في الزيت وانا بحط الدوناتس. الولا خلاني بصوا لازق فيا، بينام على الصينيه بنخش نام على سريرك، لا يا حبيبي، خلاني توترت جامد قوي. المهم القطعة التانية بقى بتسيبيها تخمر شوية، اللي انت خدتي منها بصوا زي ما انتوا شايفين كده ملساء اهي ولا كأنها فيها حاجة. بتسيبها تخمر شوية، وبعد كده حبيبة قلبي بترجعي تفرديها تاني وتطلعي منها اشكال دوناتس تاني. وانا والله يا جماعه انا بقالي اسبوع بجهز في الدوناتس ده. عايزه اقول لكم ان الظروف الناس كلها ربنا العالم بالحال، يعني مش انا ظروفي تعبانه وكل ظروفه تعبانه والدروس داخله. بس الفقر مش مقياس لقله النظافه. الفقر مش مقياس لقله النظافه. احنا كنا قاعدين في دور ارضي انا واخواتي، احنا الخمسه. انا اللي كنت بخدم اخواتي، ما بحبش حد يغسل لي، ما بحبش حد يطبخ لي، ما بحبش حد يعمل لي حاجه. انا اللي كنت بغسل لهم وبطبخ لهم بنفسي، وكنت بغسل على ايديا، وكنت بظهر على ايديا، وما كانش عندنا تلاجة. وكانت شقتنا دي والله يا جماعه تشف وترف. عايزه اقول لكم انا كنت عامله بياضات انطريه على ايدي، على ايدي، ما كنتش جبت المكنه، ما كنتش لسه اشتريت المكنه. الابيض بتاعها يشف ويرف كده. كانت الناس تخش عندي تقول دي مش شقة في الدور الارضي ولا في رطوبة، يعني مليانة رطوبة. انا ما كنتش مخلية، يعني كنت منظفة اخواتي ومنظفة الشقة وكنت كمان غير كده بطلع اقف في الوكالة. يعني انا بقف في الوكالة عندنا واجي اعمل لهم الاكل واغسل لهم هدومهم. كنت مخلية الشقة بتاعت اخواتي دي، اخواتي الخمسة. اخويا الله يرحمه اللي توفى ده من بعد ما انا اتجوزت هو اتبهدل. كنت مخليه الشقه بتاعت اخواتي يعني تشف وترف، والله يا جماعه تشف وترف من النظافه. بياضات ولبس وريحه حلوه وتشوفونا تقولوا علينا ولاد طالعين من مش من مش ما عندناش طالعين من تحت 50 طول عمري بحب النظافة وبحب الترتيب وبحب الجمال بأقل الإمكانيات. والله يا جماعة عايزة أقول لكم من تحت الصفر. فالنظافة مش مقياس للفقر، بل بالعكس، الفقر بيعلمنا النظافة. عشان تبقوا فاهمين حاجة يعني. عشان تجيبي حاجة حوشي، خلي دماغك حلوة، هاتي الرخيص، خليكي مدبرة. كل الكلام ده يا جماعة ملوش علاقة بالفقر صدقوني. انا هنا بقى كانت دي اخر حتة بقى، اخر قطعة معايا، رحت اسمها 2. قلت هعمل الجزء ده كرواسون، وهعمل الجزء التاني بقى بقيته ميني دوناتس.
خلاص. جبت قطعة اهي، فردتها بسمك رفيع جدا لانها هتترل يا جماعة. مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى يعني هتترل، ولما هتترل هتبقى تقيلة. فعشان كده فردتها فردة جامدة. مش عارفة المقطع الجاي هيطلع ولا لا، الله أعلم، لأن زنانة كان مظبطني في المطبخ، كان عمال يعمل حاجات يعني غريبة شوية. المهم فردتها زي ما انتوا شايفين كده وظبطتها. وهجيب بقى قطاعة اللي هي بتاعت البيتزا، وابتدي ان انا اعملها مثلثات رفيعة. الحمد لله المقطع ده ما اتحذفش، الحمد لله يا ربي. ابتدي ان انا اعملها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. فاهميني يا حبايب قلبي؟ فاهميني يا حبايب قلبي؟ فعايزه اقول لكم ان الفقر مش مقياس لل 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 للنظافه وعدم النظافه. خلاص، ده زيتون من اللي انا مخللاه، هوريكم مخللاه ازاي وتشوفوا طريقته تحفه يا جماعه. خللته الشهر اللي فات وفتحت عليه الشهر ده، هموت من جماله. طلعت الطبق ده، حمزه قطعه لي، قلت له تعالى حمزه، تعالى زنانه اقعد قطع لي رحت عطيه له بلانشه وقلت له اقعد يا زنانه قطع لي الزيتون ده قطعه صغيره. بصراحه سمع كلامي والله، قعد جاب كرسي صغير وجاب البلانشه، جاب كرسيين، كرسي قعد عليه وحط عليه البلانشه التاني وقعد والله يقطع لي الزيتون. ما شاء الله تسلم ايديه يعني. المهم ان انا قبيته في حاجه يعني. فعايزه اقول لكم ان النظافه مش مقياس، والفقر مش مقياس للنظافه، بل بالعكس. الفقر هو اللي بيخلي الواحد يبدع ويطلع اللي عنده. يعني عايزه اقول لكم انا مريت بحاجات كتير في حياتي، كتير جدا 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 في حياتي، هي اللي صنعتني، هي اللي خلتني ابقى نظيفه في بيتي ونظيفه في شقتي واتعلم حاجات كتير امي معلمتها ليش. فاهمني؟ ولكن من خلال خبرتي في الحياه، وعادي مع عماتي، وعادي عند عمتي دي شويه، وعادي عند عمتي دي شويه بعد ما ابويا الله يرحمه توفى، وعادي عند عمتي دي شويه بعد ما ماما انفصلت عن بابا. كان كل ده يا جماعه هو اللي بناني وهو اللي عملني، هو اللي خلاني اتعلمت النظافه، وهو اللي خلاني اتعلمت كل حاجه حلوه. فاهمين يا جماعه؟ فعشان كده بلاش نعلق شماعه قله النظافه على الفقر. ملوش علاقة، ملوش علاقة خالص. كل الشعب المصري بياكل، كل فقير غني بياكل، كلنا بناكل، بس مش كل قرش يجيلنا نصرفوه على الأكل. اعملوا مرتين لحمة في الشهر، مرتين فراخ في الأسبوع، مرة سمك في الأسبوع. مش لازم كل فلوسنا نصرفوها على الأكل. نجيب حاجة حلوة، نجيب ننظف بيتنا، نجيب سجادة حلوة، نخلي مش كله على الأكل على الأكل. نحط لعيالنا حاجات حلوة في اللانش بوكس. يعني أنا عايزة أقول حاجة، أنا شفت على اليوتيوب وعلى الفيس ناس بيجيبوا لعيالهم بتاع دوت لانشون وشيبسي، وبيودوهم المدرسة باللانشون والشيبسي. ايه يا جماعة؟ ده ديدان وامراض وحاجات كده. بصوا الدوناتس يا جماعة، يا انا فرحانة ان المقطع ده ما اتحذفش، فرحانة جدا والله العظيم. مش مصدقة نفسي. الميني دوناتس ده يا جماعة طلع جميل 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 جميل. عايزة اقول لكم ان بابا ومحمد اول ما دخلوا يعني بقيت عمال اقول ايه، يا رب يجوا دلوقتي، يا رب يجوا عشان ياكلوا سخن، لان هو الجبنه ساحت جواه، والزيتون اللي انا عاملاه ملوش علاقه بالزيتون بتاع بره خالص خالص. الزيتون اللي انا عاملاه تحس ان انتوا بتاكلوا زيتون من بتاع مطروح يا جماعه، والله العظيم. بقيت عمال اقول يا رب يجوا ياكلوا منه وهو سخن. بصيت لقيت محمد بيرن عليا بيقول لي يا ماما احنا جايين دلوقتي. بقيت مبسوطة ان هم بالهنا والشفا على